كنتمنى هذا التراث الثقافي يستمر على مدى الحياه. واعيين بالخير من بكري حنايا، من بكري من الجد للجد. صراحه انا مريضه ولكن ارتحت ملي كنشوف هذا العالم كنعيش. التبوريده الفروسيه التقليديه كنستعملوا فيها نوعين من الخيول، اما العربي البربري او البربري. وكما لا يخفى عليكم بان الفرس البربري هو اول من قدم الى المغرب. عند سكان المغرب الاولين كان عندهم الخيول البربريه. لما جاء الدين الاسلامي الى المملكه المغربيه جاء معه الفرس العربي الاصيل. المغاربه انذاك استطاعوا يمزجوا ما بين الفصيلتين وخرجوا البربري العربي البربري اللي هو هذا اللي كنديروا عليه التبوريده. هذا الفرس فهد الاصيل اللي ولادو تبارك الله كاينين في المملكه المغربيه. هذا من اجود الخيول اللي كدير التبوريده. اللون ديالو دابا هذا كيتسمى عند البردي زرق حديدي ومازال غيولي حجر الواد حتى غيبيض. هذا غيدير 3 الالوان ان شاء الله. هذا الميزه ديالو انه عربي بربري، القوائم ديالو كتطلع دي بانها قويه جدا، وهو واخد من البربري اكثر من اللي واخد من العربي الاصيل. اللي مميز في هذا العود هذا ملي غيولي زرق حجر الواد كتكون فيه واحد المتعه في اللون ديالو. هذا مولا كيتمتع عليه، يعني كيتسمى كيركب عليه شاب ورجل كبير وشيخ. هذا العلامه بانه غيولي هذا كري ويولي كري بوملي، يعني غيولي حجر الواد. كنتسمى هذاك احسن لون عند الناس ديال التبوريده، كيبغيو ذاك اللون وكيفتخروا به. الخيول العربيه البربريه داكشي اللي واخده من العربي الاصيل الجمال، لان العود راه الصوره اللي عطيه الله صوره جميله جدا. العينين ديالو، الانف ديالو، الفم ديالو، الراس ديالو، واحد النوع ديال الجمال. لان الفرس العربي الاصيل جميل جدا. بالنسبه للخيول البربريه القوه والمتانه والصلابه، لان السكان المغرب الاولون كانوا يقطنون قمم الجبال، ما كانوش كيسكنوا في السفح، لهذا كانوا كيعتمدوا على الفرس البربري. حاليا هذا العربي البربري الناس لقاوه بانه يتميز بالخفه اكثر من الفرس البربري، لان التبوريده كتبغي نوعا ما ذاك الجري العود خصو يكون خفيف كيجري ما يكونش ثقيل بزاف. العربي الاصيل جايه منه الخفه، الجمال القوام، يعني الاقدام ديالو، الرجلين ديالو كيكونوا تشوفها فيهم كتعجب بحال القلم الرصاص. الشعر ديال العود كيزيد في القيمه ديالو. الملاك ديال الخيول راه الطبيب البيطري يعطيه دوايات باش ما يحكش هذا الشعر هذا وخاصه والشعر اللي عندهم اللور. العود ضروري بهذا كنقولوا له حنا السالف، ولا كاين اللي كيقول له العرف. المهم هذا الشعر هذا مهم للعود جدا، لان ملي كتكون الخيل كتجري كيكون هذا يتطاير قدام الفارس، وهذاك الساعات الفارس كيحس بواحد النخوه. هذا راه مهم. اي مهرجان تابعوا. انا عييت دابا، الولد كيركب، الولد كيركب، ولكني انا عييت. الولد كيركب كنجيو اي مهرجان لدار السلام، الجديده، لتيسال، اي موسم راه حنا كنجيو من واعيين بالخير من بكري حنايا، من بكري من الجد للجد. ودابا انا خويا هو الخليفه. حنا ولاد الدقاق عندنا 5 الخيل في الصربه ديالنا. قلت لك تجي كل عام تتفرج التبوريده زوينه ما شاء الله، اصيليه وزعلينا. التراث ديال التبوريده مبليين به حتى حنا منذ القدم زمان. العالم تاع التبوريده عالم هو تراث ثقافي ديالنا معروف منذ زمان، وانا كيعجبني فين ما كنسمع هذه المناسبه كنجي لها جديده هنايا في الرباط. وكان زعما كنتمنى هذا التراث الثقافي يستمر على مدى الحياه، لانه كبرنا معاه وعشنا مع الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، والله يكمل بخير. هذا الشيء انا صراحه انا مريضه ولكن ارتحت ملي كنشوف هذا العالم كنعيش اجواء اخرى. والله الا رجعت لي الصحه حق الله العظيم. بعد 4 أيام من التنافس أسدل اليوم الستار على الأدوار الإقصائية لجائزة الحسن الثاني لتبوريده. 10 سربات من أصل 18 ضمنت مقعدها في الأدوار النهائية في فئة الكبار، فيما 5 سربات من أصل 6 ضمنت مقعدها أيضا في اليومين الأخيرين من التنافس في فئة الشبان. السربات تستأنف التنافس يومي السبت والأحد على أن تستفيد يوم الجمعة من يوم راحة. Oh!